فكرة انا رحت النيابة عشان احاول اسحب البلاغ، بس لقيتها خلاص اتحولت قضية. المتهم فيها واحد تاني خالص غير الدكتور عادل. قول الكلام ده لامك، اصلها فاكره انها ممكن تسجنه. افتكر ان دلوقتي ما بقاش فيه مشكلة، الدكتور عادل طلع من القضية. ولا انت بتستعبط ولا بتستعبط؟ ليه بس يا بابا؟ الدكتور عادل فعلا طلع من القضية. يعني انت تضرب عليا بالرصاص والرصاصه ما تجيش فيا، اسيبك لغايه لما تحاول مره تانية ولا اخلص عليك واتقي شرك؟ بس افتكر بقى يا بابا ان الوضع هنا معكوس، لان هم اللي ضربوا علينا نار لما سرقوا حتة من جسم ابويا، وانا رديت عليهم وده وضع طبيعي. يا ابني انت ايه حكايتك؟ وانا كل ما اقول لك حاجه ترد عليا كلمه بكلمه؟ انا سبق وقلت لك عايز تعيش في البيت ده تعيش بادبك، مش عاجبك الباب بيفوت جمل. ايه في ايه؟ الحمد لله على السلامة يا بابا. الله يسلمك. بس هقول ايه؟ ما امكم دلوقتي بتعمل كل اللي هي عايزاه من غير ما تعمل حساب لحد. الو. ايوه يا مختار، ازيك؟ ايه في ايه حصل ايه؟ طب اهدى بس وفهمني ايه اللي حصل. لا اوعى تسيب البيت. انا هحاول الاقي حجز بكره على الطياره وهغير ميعاد سفري. مالكش دعوه، خش اوضتك واقفل عليك وما تحتكش بيه خالص. انا عارفه هو متضايق ليه. انا هاجي ان شاء الله، هلاقي حجز وهاجي. يلا مع السلامه. كده برضو يا امجد. مساء الخير يا جماعه. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا دكتور. اتفضلوا. درستوا العقود كويس؟ بصراحة يا دكتورة العقود دي فيها مزايا كويسة قوي. يعني كفاية ان حضرتك مش هتشيلي هم لا الأصباغ ولا المواد الخام، لأن هو هيبقى مسؤول عن كل مستلزمات الإنتاج. جميل جدا. بس في بند مهم جدا يا دكتور لازم تخلي بالك منه. هو بيقول هو المسؤول عن تحديد اسعار مستلزمات الانتاج، يعني ممكن يرفع السعر ويقلل ارباحه. خلاص احنا كمان لينا شروطنا، واحنا اللي نحدد السعر. لو هو زود احنا كمان هنزود، المهم نحافظ على ارباحنا. فكره كويسه يا دكتور، كده بقى نضمن حقوق. طب في اي بنود تانية تستحق المناقشه؟ أيوة يا دكتورة، بصراحة في بند كده أنا مش عارف رأي سعادتك فيه إيه، بخصوص التسويق. يعني بيقولوا إن هو المسؤول عن كل الأسواق العالمية، ومسؤول كمان عن الكميات اللي ممكن يبعتها لكل سوق في أي بلد. طب ما احنا كده بنقع في نفس مشكله الانصار. ايوه يا دكتوره بس ده حقه. بس على فكره ممكن يحصل اي خلاف بيننا وبينه يوقف المصنع ويشرد عمالنا، لان هو عنده انتاج مصانعه ممكن يغرق الاسواق بيها. صح يا دكتورة، ده ممكن يحصل. طيب وهو هيضرنا ليه اذا كنا احنا بنشتغل باسمه؟ الله، طب واحنا ليه نحط صباعنا تحت ضرسه؟ ليه نكون تحت رحمته؟ طب ايه الحل يا دكتوره؟ هو لا يمكن يتنازل عن الشرط ده. يا أستاذ فكري، إحنا أحسن حاجة يا دكتورة نضيف بند يعني يكون مخرج قانوني لينا. برافو عليك. انت تعمل كده وتبلغه بميعاد الاجتماع لو وافق، وتقول لي عشان انا لازم اكون في مصر بكره. ارجوك يا استاذ فكري حاول تلاقيني طيران بكره باي شكل. تعالى انت تعالى. الله الله الله، مش عوايدك يا سي حسام، مصيبه لا تكون ناوي تنجح فعلا. ناوي، بس يا ريت ان هي تسعفني. كل اللي عنده 4 مواد والنجاح فيهم مش صعب ما دام اتصرفت مع دكاتره. وبنت امجد الغزولي ما قالتلكش حاجه؟ لا 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 لا، انا قطعت علاقتي بيها تماما، اصلها مش من مستواي. خير ما فعلت. الله، وايه اللي بقى عقلك فجاه كده؟ لا حول ولا قوه الا بالله، ولا كده عاجب ولا كده عاجب. طب قول لي بس ايه اللي يريحك واعمله. اللي انت فيه ده بقى يريحنا، ويريحنا اكتر لو دخلت اوضتك تذاكر فيها بدل المذاكره اللي نص نص دي. نص نص؟ انا غلطان يا حاج. ماشي، احسن برضه. وبعدين لو كنت فاكره ان اجمل لحظه في حياتي وحياتي غلط، يبقى الوقفه دي غلط. اما بكلمك في التليفون وبتردي عليا غلط. مجنون، ده مش طبيعي ابدا. نفسي اكلمه في الشغل اللي فيه، لا بس احسن يقول اني مدلوق عليه ولا حاجه. احضر العشاء ولا لا يا ست مياده؟ ها؟
ايه ده يا حبيبتي؟ مفيش حد غيرك هنا في البيت؟ لا، مختار عنده مذاكره كتير وقال ان هو مش هيجي. مستني امه لما تيجي عشان تدلعه وتوكله. يا بابا انت ظالم مختار، ده بيحبك قوي. ايه؟ بيحبني قوي؟ انت اصلك يا حبيبتي ما انتش فاهمه حاجه. مختار بيستغل حب امه ليه عشان تاخد حقك انت وتديهوله. مختار كلمني بصراحه من يومين وقال لي انه مش راضي عن تصرفات ماما، وانه عمره ما هياخد اي حاجه من نصيبي، حتى لو ماما كتبت المصنع باسمه هيرجعهولي لانه مش من حقه. حلوه قوي دي يا حبيبتي. ده بيضحك على عقلك الصغير، بدليل انه لسه قاعد في البيت هنا وهو ما مشيش. وانت فعلا يا بابا عايزه يمشي؟ شوفي يا حبيبتي، انا خلاص عملت اللي عليا، كبرته وعلمته. اكتر من كده ما عنديش اي حاجه اقدر اديها له. بس ده اخويا مش غريب. اخوك انت، لكن ما هواش ابني، ما فيهوش اي صفه من صفاتي. ده صوره طبق الاصل من ابوه. وين ما اخبيش عليكي، وجوده في البيت هنا خلاص خنقني. بس ده حرام يا بابا، احنا داخلين على موسم امتحانات، مختار كان عنده امل كبير قوي انه يبقى معيد. خلاص يا حبيبتي، عشان خاطرك انت بس انا هستحمله لغايه لما يخلص امتحاناته. بس ماما لا يمكن ترضى انه هيسيب البيت. ترضى ولا ما ترضاش دي مش مشكلتي، بس لازم تفهم حاجه واحده بس، انه لا هياخد فلوسي ولا هياخد تعبي ولا هياخد المصنع. انا كده بقى اتاكدت ان هتحصل ازمه وهتيجي على دماغي انا. شوفي يا حبيبتي، هي هتيجي على دماغ الكل لو اي حد عصى اوامري في البيت ده. تعالي ناكل. السلام عليكم. معلش اتأخرت شوية. لا يا فندم، تحت امرك. ها العقود جاهزة؟ جاهزه ومستنيين امتى سعادتك بس. اتفضلي. معلش أنا آسفة للبنود الإضافية اللي ضفتها بس غصب عني. والله انا اعلم انك طبيبه وما عندكيش اي فكره بهذه الامور، ولو كان في نيتي اي سوء كان من السهل خداعك، ولكن اقسم بالله انا انوي الخير ليا وليكي وما انوي شر، ومبروك علينا. مبروك علينا، وأنا كمان أنوي الخير ليا والمصنعي والعمال وعشان نربح كلنا. اطمئني خالص، دلوقتي لينا فرع في مصر، وانا اصبحت مسؤول عنك، عن نجاحه، عن المصنع، ومن اجل ذلك عملتك بالخبرات اللي هتفيد العاملين وسون الالات تحت اشرافك وادارتك. ايه ده يا بابا، انت خارج؟ جرالك انت كمان، انت هتمسكي لي الساعه زي امك. ومالك بقيت عصبي قوي كده ليه؟ علشان اول مره في حياتي اندم على ثقتي في امك. عمرها ما خيبت ظني الا المره دي. طب فهمني كده بالراحه، لو عايزها ترجع لك المصنع ماما عمرها ما هتقول لا. الكلام ده كان زمان، قبل نونس عينيها ما يكبر ويبقى راجل. قالوا ايه؟ عايزه تامن له مستقبله على حسابي بفلوسي. صدقني يا بابا هو مش عايز حاجه، ولو اتحدنا انا وهو ضد ماما هنقدر نقنعها ترجعهولك. بعد ما باعت وكسبت انت بتحلمي. طب سيبنا نحاول يا بابا، يمكن. حاولوا يا حبيبتي، حاولوا زي ما انتوا عايزين قبل ما تخرب. ان شاء الله مش هتخرب ولا حاجه. وبالنسبه لمختار علشان خاطري خليه معانا. ربنا يسهل. طلعي له العشاء بدل ما ينام على معده فاضيه. حاضر يا بابا، مع السلامه. دادا يا دادا. فندم مستنيين. حضري لي صينيه عشاء حلوه لمختار وانا هطلعها له بنفسي. حاضر يا حبيبتي.
سرحان في الخطوة الجاية اللي لازم أعملها. روح تستحق العقاب على الحركة الأخيرة اللي هي عملتها. هي طبعا هترجع من الكويت بخيبة الأمل وهتستسلم، وانت بقى لازم تستغل نقطة ضعفها دي وإحساسها بالفشل وتملي عليها كل الشروط اللي تعجبك. هو شرط واحد ومش هتنازل عنه، اللي هو إني ما أكونش أب بالكذب. تقصد مختار؟ بالظبط كده. خليه بقى من هنا ورايح يبقى في حضن أمه. وانت بقى مش عايز حد يزعلك. ما كنتش اعرف انك متشوق لها قوي كده. أنت هتخليني من هنا ورايح ما أقولكيش أي حاجة. لا يا حبيبي، انت تتكلم براحتك. انا عامله معاك اتفاق وراضيه اني اكون نمره 2، بس مش معنى كده اني ابقى ولا حاجه في حياتك. دينا، أنت عارفة كويس قوي قيمتك عندي قد إيه. ده بيتك يا حبيبي. خلاص، يبقى لازمته إيه بقى التوتر ده؟ اعمل ايه؟ كل ما افتكر انها هترجع من السفر وتاخدك مني اعصابي بتتعب قوي. يبقى من باب أولى بقى إن إحنا نستفيد من الليلة دي ونقضيها مع بعض من غير قلق. تعرف يا بيبي، انا بدعي من قلبي ان ربنا يكتر سفرياتها عشان تبقى ليا لوحدي. العشاء بتاعك يا مخ. شكرا يا ميادة. تعبت نفسك ليه؟ بقى معقولة يعني ابقى عارفة ان اخويا حبيبي ما تعشاش واسيبه من غير اكل؟ متشكر حبيبتي. قولي لي يا ميادة بصراحة، لو انت مكاني كنت عملتي ايه؟ ماما كلمتني وعرفت منها انك كنت عايز تمشي، واكدت عليا ان خليك ما تتحركش، وبتقول انها جايه بكره، وطبعا من غير هدايا لانها ما لحقتش تجيب حاجه بسببك، مع اني بقى كنت كاتبه لها ورقه قد كده. معلش يا حبيبتي، اكيد هي هتعوض عليك. ها قولي بقى، لسه زعلان من بابا؟ علشان خاطري حاول تنسى وما تقفش عند الموضوع ده. ميادة، انا طول عمري بحاول ارضيه باي طريقه، وما طلبتش منه ان هو يبقى ابويا الحقيقي، لكن مش ممكن يعني مهما وصلت العلاقه بينا يطردني من البيت مرتين في شهر واحد. كل المشاكل دي ما حصلتش الا من ساعه ما اشترى المصنع النحس ده. طب وانا مالي؟ انت عارفه ان المصنع ده كان عايز يكتبه باسمي، وهو في الاخر كتبه باسم ماما، يعني القرار قراره هو، يحملني انا ذنبه ليه بقى؟ طب ما تيجي انا وانت نكلم ماما نخليها ترجع المصنع ده لبابا، يمكن تنتهي المشاكل دي. يا بنتي برضو ده ما يخصنيش، انا اللي يخصني اتكلم فيه، زي ما قلت لك ان انا مش هاخد اي فلوس من ابوكي بعد كده. ايه ابوكي دي؟ هو يبقى ابوكي لان انا ابويا مات. الكلمه دي انا مش هقدر اقولها لاي حد تاني. امال هتقول له ايه يا انكل امجد؟ بلاش كلام عيال. اسمعي يا ميادة، انا كنت نازل علشان اتعشى معاكم، وسمعته وهو بيقول لك ان انا ابقى اخوكي وبس لكن مش ابني، وسمعته كمان وهو بيقول لك ان هو مستحملني بس بالعافيه لحد ما اخلص الامتحانات. بس انا بقى عايزك توصلي له ان انا اصلا مش هقعد لحد الامتحانات، انا قاعد هنا بس لحد دلوقتي عشان خاطر ماما. اخص عليك يا مختار، ويهون عليك تسيبني اتوه في قلب البيت ده، ده انا يومي كله بقضيه معاك مش مع ماما وبابا. اهون من ان البيت ده يولع بسبب يا ميادة. وبعدين انا عايزك تقنعي ماما معايا انها تسيبني امشي بالبيت ده الاسلم لينا كلنا. طب ما نخليها ترجع المصنع اسلم ونعيش كلنا مع بعض. يا بنتي دي حاجه ما تخصنيش، وبعدين ماما مش مقتنعه بالكلام ده، وحاجه بينها وبين جوزها، انا ما اقدرش احكم عليها، انا احكم على نفسي وبس. كده بقى يبقى ما قدامناش غير اننا ندعي ان ربنا يستر. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام. ها عملتوا ايه؟ الحمد لله يا دكتور. اتفضل. كل الحاجات اللي سعادتك طلبتها جبناها. وانتوا جبتوا حاجه ولادكم كلها؟ الحمد لله. في فلوس ناقصه او اي حاجه عايزين حاجه تانية؟ لا الفلوس كفت وفاضت الحمد لله. بجد؟ الحمد لله يا دكتور، ربنا يبارك فيك. الله يبارك لك.
والله انا كان نفسي ننزل سوا بس غصب عني بقى ظروف. مش خير ان شاء الله؟ ان شاء الله خير بإذن المهم يا دكتوره طمنا عليك اول ما تنزلي مصر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. برافو عليك يا ميادة، مش هسيبك النهارده الا لما اغلبك. لا النهارده بالذات مش هينفع، انا لازم امشي فورا. هتهربي؟ لا والله ابدا، اصل ماما جايه من الكويت النهارده ولازم انا واخويا مختار نروح نجيبها. خلاص خديني وعرفيني على اخوك. لا اخويا مختار مش بتاع الكلام ده خالص، وبعدين بقى شيل الافكار الخبيثه اللي في دماغك دي. باي. في حاجه؟ لا طلع مش عندي. امسك، اخيرا وقت في ايدينا. انت عارف يا ابني احنا مراقبينك بقالنا قد ايه؟ من ساعه ما خرجت من باب بيتكم حبينا بس نطمن انت بتروح فين. عشان كده كنت ورايا ومراقبيني النحس الاكيد، الله يخرب بيوتكم. بصراحه كده احنا كنا شاكين فيك وقلنا انك عملت شله جديده وفرقعتنا. واضح يا حبيبي ان انت بقى اللي اتفرقعت، عامل زي اللي حب ولا طلش. يا عم اسمعني يا ياسين، فكك من خفه الدم دي انت وهو. ما بس بقى بدل ما اعمل لك فريد شوقي وانت رقع لك. بجد يا حسام انت ايه اللي غرك من ناحيتنا كده؟ احنا قلنا انك عملت شو مع ميادة وغرقانين في الحب. لكن من الواضح بقى يا حبيبي ان انت متنفض لك رسمي. بقول لك انت وهو ما تصلح كلامك، انا ولا متنفض لي ولا حاجه. انا كنت براقبها هي بس اللي ما خدتش بالها مني. كنت مراقبها يمكن تكون لضمه مع حد وانا مش عارف ولا حاجه. ما تسيبك منها بقى يا عم وخلينا نرجع زي زمان. ما ينفعش يا جماعه بصراحه، السنه دي انا ناوي تعرف الاسبوع ما تضرش يعني. لا تضر يا هيثم. وبعدين استحملوا بقى شويه، كلها شهر ونص او شهرين ونخلص خالص. طب وطالما الحكايه شهر ونص ولا شهرين وهنخلص خالص، اطلع بقى يا جدع مع اصحابك المتجوزين وسيب لنا مفتاح الشقه يوم ولا اتنين وذاكر انت. لا يا جدع يلا لا مش هينفع. مش هينفع كده؟ طب يا رب تسقط انت وميادة. سيبك منه يا حسام، ده عيل اهبل. احنا ينفع برضه ناخد المفتاح ونسيبك كده؟ هنظبطها. بقول لك ايه يا هيثم، مش ناقصاك يا جماعه. انا سستمت نفسي ان انا عايز انجح ومش هينفع انجح الا لما اخلع منكم انتوا الاثنين. ازاي يعني؟ هقول لك ازاي كده اهو. سلام. ينفع كده؟ واضح ان مروه ونوع هيتجوزوا حد تاني. مع السلامه يا ست الكل، وحشتيني قوي قوي قوي. دي اول مره تغيب عننا الفتره الطويله دي وتسيبينا لوحدينا. كمان وحشتوني خالص، وحشتوني قوي. واول واخر مره هسيبكم، بعد كده هتبقوا معايا في كل مكان. المهم يا ماما ما تكونيش نسيتي اي حاجه حلوه جبتيها معاكي. اخ منك انت، جبتلك حاجات كتير اكتر من اللي انت طالباها كمان. لا 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 يا ماما والله بهزر. الحمد لله على سلامتك. أمجد يا حبيب قلبي، اصحى بقى، كفايه نوم لحد كده. صباح الخير يا دينا. صباح النور والجمال على عيونك يا عمري. خير يا حبيبتي، في حاجة؟ ميادة اتصلت بيك. ايه؟ ميادة؟ اوعي تكوني رديتي عليها. ما تخافش، سبتها ترن لحد ما قفلت. طب وانتي بس ليه سبتيني نايم؟ ما صحتنيش ليه؟ حبيبي انت كنت تعبان قوي امبارح، وشكلك كمان كان مرهق، وبعدين انت نايم متأخر. طب بقول يا حبيبتي، ممكن تعملي لي فنجان شاي لغايه لما اشوف ميادة عايزه ايه؟ ما تخافش، مش هسمع انت بتقول ايه. اطمن، انا عاقله قوي. انت هتقولي لي الو. ايوه ميادة. لا ابدا، اصلي عندي اجتماع. خير يا حبيبتي، في حاجه؟ ماما وصلت بسرعه كده؟ طالعين على الفيلا دلوقتي؟ طيب لا هخلص الاجتماع واجيلكوا على طول. ماشي حبيبتي، مع السلامة. بقولك ايه بقى يا حبيبي، يا ترى هتشرب الشاي معايا ولا مع الهانم مراتك؟ لا انا بقول بقى سكي على الشاي واعملي لي بقى فنجان قهوة عشان اقدر افوق لها.